جنبك وانت بتنوب تو عليا. ماركت، فاكر؟ ايوه فاكر يا عم. طيب مش بص، عليا يا فرافير، انا جنبي. انا بحب كل شويه كده انده عليك عشان اصحصحك واصحصح نفسي معاك. ما انا لو قربت اكتر من كده هاكلك. لا كده كويس خالص. بص يا منجاوي، بقول لك ايه، يلا نفكر كده بعض بحاجات كده من الحاجات اللي فاتت. قول يا عم وانا افتكر معاك على طول، انا فكار. طيب في كلمه عايزه اقول لك عليها اسمها نيدز. نيدز. تعالى اقول لك بس السؤال الاول وبعد كده هقول لك انت قول بقى براحتك. قول. What's meant by needs؟ انيد قصدك يعني النيد اللي هي الاحتياجات اللي ما نقدرش نعيش من غيرها ابدا يا حبيبي. برافو عليك. ممكن تقولي كده زي ايه يا منجاوي؟ زي الكلوزز والفود والدرينك وكمان لازم يكون لنا عندنا بيت هوم. طبعا كل الحاجات دي ما ينفعش نستغنى عنها. ما ينفعش ابدا. لكن طيب، في حاجات بنقدر نستغنى عنها. انت قلت كلوز. قلت كلوزز. لا ما قلتش، اقول لك كلوزز. تمام شاطر. طيب طيب بقول لك ايه يا واد يا منجاوي؟ قول. What's meant by wants؟ الوانتس بقى دي رغبات بقى نقدر نعيش من غيرها عادي، بس يعني بتبقى جميله قوي 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 فرفي. زي ايه؟ زي اي لعبه بقى بنشتريها واي حاجه، مش زي مثلا التويز والتلفزيون والكمبيوتر والحاجات التانية الحلوه. هي الحاجات دي ينفع نعيش من غيرها؟ ينفع عادي. متاكد؟ ايوه طبعا. خلاص يا عم انا فهمت بقى خلاص. طيب النهارده بقى هنعمل حاجه جديده يا فرافير. انا هقول لك let's discover how a product is made. We will call this the life cycle of a product. خلاص فهمت. بص بقى النهارده بقى هناخد حاجه فظيعه. اتفضل قول. طيب let's discover how a product is made. We will call this the life cycle of a product. قصدك يعني دورة حياة المنتج او ازاي بيعملوا برافو يعني؟ عليك شاطر يا منجاوي. Today we are going to discover how bread is made. ايه البريد ده؟ يا ابني ايه ده؟ انا رحت ابص عليه كده بصه سريعه عشان الفرن. بريد مش شامم الريحه من بدري. ده بيتعمل من لحمه يعني؟ كل عندك لحمه يا ابني. بريد يعني خبز يعني. طيب يعني طب وريني. طيب احنا النهارده هنعمل ايه بقى يا منجاوي؟ هوريك دورة حياة البريد بيمشي ازاي، بيجي من اول ايه وبعد كده بينتهي وبيطلع بريد ازاي. فهمتك. دي حاجه يعني مان ميد، الانسان هو اللي بيصنعها. هو مان ميد بس احنا بناخدها من حاجه بتبقى مزروعه، حاجه طبيعيه ماتيريال. بالظبط كده. برافو عليك. طب ودي بنجيبها منين؟ ايه مصدرها؟ انا هقول لك الحاجه دي اسمها ويت. دي بنجيبها من الطبيعه يا ابني. natural resource يعني مصادر من الطبيعه يعني. natural resource يعني مصادر طبيعيه. دي حاجات طبيعيه ماشي، بنجيبها من خلق ربنا يعني. ناتشورال. صح كده برافو عليك. وبعدين بنخلطها مع بعضيها ونعمل حاجه جديده تماما. برافو عليك. احنا قلنا ان our product today is bread، الخبز. يبقى المنتج بتاعنا النهارده اللي احنا هنتابع ازاي بيتعمل هو الخبز. احنا كده اخترنا البرودكت الخبز عشان انا بموت فيه وبحب ريحته موت. طيب can you share with us how bread is made؟ يعني انت عمرك شفت حد قبل كده بيعمل خبز في البيت يا فرافيرو؟ يا ابني انت بتتكلم في ايه؟ انا طول عمري بشم ريحته وبمشي وراها. انا بصراحه ماليش في الخبز، انا ليا في اللحمه بس. يا ابني انت مالكش غير اللحمه ومش عارف انت اي حاجه بعيده غير اللحمه. بص يا حبيبي ده ريحته حلوه بشكل بتخلي كده معدتي تشتغل كده، بيبقى نفسي اكل منه لغايه ما اشبع. طب وريني. طيب فين هو؟ بص يا سيدي اول حاجه منجاوي ايه اللي جايبه ده فرفره معايا؟ تعالى بص انا جبت لك بقى بريد طعمه وريحته تجنن. شم كده. الله دي ريحته جميله فعلا يا فرفيرو. طبعا شهي جدا. تفتكر هاو بريد از ميد يعني جاي منين ده؟ انا هقول لك. انت عايز بقى بالتفاصيل الممله؟ عايزين بالتفاصيل الممله. بص يا سيدي the first step، الخطوه الاولى احنا بنعمل هارفست ويت. هو المفروض جاي من natural resource يعني جاي من مصادر طبيعيه. ناتشورال عارفها انا خدتها قبل كده. natural resource يعني حاجه خلقها ربنا بالظبط كده. ايه الويت ده بقى؟ فاحنا الويت ده عباره عن سلام من القمح. المفروض هي بنجيبها وبعد كده بنعمل لها جرايند يعني نطحنها. فبتتحول لنا على ماده اسمها فلاور.
قصدك يعني دقيق يعني لما نعمل اللي لونه ابيض دايما جو مش عارفه. عارفه ده شفته قبل كده عند الراجل الخباز. بعد كده المفروض ان هو بيخلطه بالميه، بيعمل له ميكس عشان يتحول على عجين. طب استنى طيب، قول. شيل العيش اللي في ايدك دي وكل حاجه نعمل لها حركه، ايه رايك؟ طب نمسك. ماشي انا هشيل احسن تاكلها مني. يلا شيل. يلا انا اوعى جاي على تاكل. طول. تعالى قول لي، انا مستنيك اهو. اهو. ايه يا عم، ايه يا عم، انت خد بالك، انت مش شايف قدامك؟ ما ريحه الخبز بصراحه فظيعه، ريحه البريد فظيعه. قصدك يعني اول ستيب بنعمل هارفست للويت. يلا نعمل هارفست كده. يلا نجمع زي الفلاحين ما بيعملوا. وبعد كده المفروض ان احنا بنعمله جرايند، بنطحنه. يلا دج بنطحن. بعد كده بيبقى فلاور. هو بقى فلاور دلوقتي. بعد الفلاور هنعمل ايه؟ بنجيب ميه، بنقعد نعجن. بنعمل ميكس. بنعمل ميكس all the ingredients، يعني كل المكونات بنحطها ونعجن. طب بعد كده بيطلع منها ايه؟ بيطلع منها بقى عجين يا عم. عجين يعني دو. دو. يلا نعجن الدو بعد كده المفروض ان احنا بنشكله يعني ونعمله فولد اند ميكس، يعني نعجنها كده ونفردها ونطويها. بعد كده احنا المفروض بقى بنعمل بقى منها اشكال البريد ونحطها في الفرن. يلا put it in the oven. يلا نحطها في الاوفن. وبعد كده بتاعنا اهو بنحط فيه. وبعد كده شم بقى من جو الريحه الحلوه زي ما شميت من شويه. دي كده اخر حاجه، the last step. ده لسه ستيب بقى ان احنا بناخد بقى البريد with the product. هو ده المنتج بتاعنا. بس ما ينفعش حد ياخد حته. ليه يا عم؟ تيك بايت. نو تيك بايت، ما تاخدش ولا حته، لازم تبيعه للناس زي ما هو كده عشان ما يقرفوش منك يا فرافير. اوعى يا فرافير وتاخد حته. ليه يا عم؟ امال انا كنت بتعب واعمل هارفست واطحن واعجن. ما ده لو انت اللي هتعمله وتاكله في البيت، لكن لما نكون هنعمل برودكت ونبيعه للناس ما ناكلش منه اي حاجه. فهمتك. طب خلاص، احنا بقى عندك فكره هنوديه السوق ازاي؟ لا ما عنديش اي فكره. لازم يتشال ويتعبى كده ويتحط فين؟ في فاس كده ويتباع بقى للناس. هيروح تو ماركت. برافو عليك، ما هو ده الدرس بتاعنا كله ودي الشابتر بتاعنا. تمام فهمتك يا منجاي. ونروح نشتريها احنا بقى من الماركت. تعالى بقى نشوف صفحه الكتاب ونرتب الصور ونعمل كل حاجه زي ما قلنا. تمام يلا بينا يا اصحابي. يلا يا حلوين، باي باي. منجاوي. ايوه فرافير. يلا نقول لاصحابنا open the book page 41. احنا قربنا نخلص الكتاب يا فرافير. يا ابني ده احنا بنجري جري يا ابني. احنا شاطرين جدا. رمضان داخل ومش فاضيين. انت هتنام في رمضان شكلك. لا تنام مين؟ ده انا بصحصح في رمضان. تفتكر هتصوم؟ يا ده انا بالصيام كله يا ابني. باين ما عليك. شفتنيش انت. باين على شنباتك. تعالى نقرا كده. يلا نقول التايتل لايف سايكل اوف بريد. يعني طبعا دورة حياة المنتج او العيش. يا ترى وانا اقول برضو احلى حته في كل الليسنز دي. ما احنا شفناها هناك مع بعضينا، ودلوقتي هنحل بس صفحة الكتاب. بيقولك think about the order of the life cycle of bread. هنفكر انهي خطوة في الاول وانهي ده ترتيبهم، يعني هنرتبهم. number the يعني pictures. هنكتب على كل صورة الرقم بتاعها. number the pictures in order. في الترتيب. draw the final step. draw the final step. في الخطوة الأخيرة دي يا حلاوتها يا تعبتها. طبعا عشان انت بتحب العيش، انت طول النهار ترقد فيه. تعال نقول the first step is. ولا انت بقى من جو ايه the first step؟ The first step is to gather the natural resource. المفروض ان احنا بنجمع المصدر. بنجمع الحاجات الطبيعية من المصادر الطبيعية يعني. يعني هنا في حالتنا في البريد هنجمع القمح. الويت. يبقى هنعمل له ايه بقى؟ هنعمل له هارفست. برافو عليك يا فرح. يا الحصاد بقى. يبقى دي نمبر 1. ده احلى حاجة في حياتي. انا بحصد حصاد. يا عم بس يا عم انت والله شكلك كلك بتاع كلام. ده اول حاجة هارفست. ده the one step the first step. The first step. The two step. The second step. الخطوة التانية بنعمل ايه؟ We grind the wheat. احنا بنطحن القمح. ما ينفعش نستخدم من القمح كده اكيد مش هنستخدمه حبوب. هنخبز ازاي يعني؟ مش هينفع نخبز. هيقع تحت سنتي. هيوجع سنتك فرافير. فعشان كده بنطحن. يبقى هنعمل grind the wheat. grind the wheat. اوكي. بعد كده third step دي مهمة جدا. طبعا احنا بجريند انتو فلاور يا ابني، يعني هو بيبقى فلاور بعد كده. بيتحول على فلاور. بيبقى فلاور. third step is to make the product. بنعمل العجين. هنعمل بقى المنتج بقى هنصنعه. يا حلاوته يا حلاوة ريحته. في الأول mix the ingredients.
هنحط كل المنتجات على بعضها ونقلبها، نحط الميه بقى والدقيق والخميره والحاجات دي وتبقى عجين بقى ونعمل ميكس. ما اقولكش على ريحتها منجاوي. العجين يعني دو. دو. هنعمل ميكس زي الدو. يلا بقى بسرعه على نص ستيب، انا مش قادره استحمل. بعد كده استنى يا عمي، لازم نحطه الاول في الفرن. مالك؟ بوتت ان ذا اوفن. وهنشكله بقى ونعمل بقى البريد. هنعمل بريد بقى ونحطه في ونطلع الفرن. البريد الجميل اللذيذ ده اللي ريحته شهيه. دي بقى يلا يوز ذا برودكت. فورس ستيب، الخطوه الرابعه. زلس او ذا فورس. يلا قول بقى كل الستبس كده مره تانية عشان اصحابي يعرفوها. الاول هارفست ذا ويت. هارفست ذا ويت. جرايند ذا ويت. جرايند ذا ويت. ميكس ذا ingredients. هنا جرايند ذا ويت هيتحول على ايه؟ ميك فلاور. وهنا بقى اللي هو ميكس. نعمل ميكس كل ingredients، كل المكونات. بعد كده نحطها في الفرن. بعد كده نحط it in oven. ماشي. ويطلع لنا البريد. في الاخر use the product. بس ما ينفعش يعني لما يكون حاجه هنبيعها ناكل منها حته يا فرافير، ما ينفعش. ده لازم ادوقهم كلهم. لا ما ينفعش كده، ما هو لازم كده يفضل زي ما هو. مش قادره استحمل الريحه، وجعت لي بطني، هموت من الجوع. ما انت كلت 6 رغيف، عايز ايه تاني؟ ريحتها شهيه جدا يا منجاوي. طب يلا بقى. يلا سلام يا اصحابي عشان انا عايزه اكل. سلام.